ومرحبا بيك يا برج الحوت في القراءة العامة لشهر يوليو 2025. اشبك طقطق بطاقتي يا برج الحوت واكتب لي في الكومنتات استقبلت. يا برج الحوت، أرق القلوب بتختبر بأقصى الدروس. خلي بالك اوعى تسامح حد وانت لسه بتنزف من طعنته. خلي بالك القلب الطيب مش ضعيف، بس إعادة نفس الألم هو اللي ضعف. يعني لما نعيد نفس الألم نكون ضعاف بجد. في حد بيرجع لك بس انت محتار ما بين نفسك وما بين ذكرياتك. حساسيتك مش ضعف لكن هي بتحميك. خلي بالك يا برج الحوت، في شخص بيطلب غفرانك، مش بس كل الندمان صادق. خلي بالك لو حد جالك وبين لك ان هو ندمان مش معنى كده ان هو صادق. اهم حاجة هتحصل لك انك انت في شهر يوليو 2025 هو اعتراف من حد قريب، من حد انت بتعرفه كنت فاكره بعيد عنك او مش في دماغه، يعني او مش بيحبك، او بيعترف لك بحبه، بيعترف بحب مفاجئ يعني، او بيعمل لك مفاجأة ويعترف لك بحبه. خلي بالك رجوعك لذكريات موجعة أو بتوجعك هيخليك تغرق من تاني يا برج الحوت. اختار الرحمة لنفسك قبل ما تديها لغيرك. خلاصك الحقيقي في التسامح مش في التعلم. يا تنتصر يا تتهزم. شهر يوليو هو شهر الحسم الكبير يا برج الدلو، يا برج الحوت سوري معلش يا شباب كنت لسه بقرا برج الدلو. يلا بينا نشوف الطاقة العامة لشهر يوليو 2025 لبرج الحوت يا شباب. في حد ندمان وبيرجع، هو ده الطاقة العامة. أكيد كل الكروت بتأكد الكلام ده، حد ندمان وبيرجع. الملائكة بيقولوا لك خلي عندك ثقة في نفسك وفي حدسك. خلي عندك ثقة في نفسك أكبر وصدق إحساسك، وبيقولوا لك دايما ابتسم، والابتسامة هتخليك تتغلب على أي حاجة أنت بتعيشها، وكل حاجة ممكن تتحل بسهولة يا برج الحوت. يلا بينا نشوف طاقة المال والأرزاق لبرج الحوت يا شباب. هي طاقة صبر 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 وشغل كده بصبر. في حاجة عايز تجازف فيها وتاخد خطوة جريئة، وإن شاء الله الخطوة دي بتحقق لك العدالة. خلي بالك لأن أنت بتفكر كمان إنك أنت تشتري عربية جديدة، أو في حاجة بتعملها في عربيتك بتصلحها أو بتجددها لو أنت عندك عربية. الطاقة العاطفية إيه؟ زي ما قلنا ان في حد بيحاول يخدعك وانت كمان بتخدعه. بيفكرك باحزان قديمه، بيفكرك بوجع قديم. بتنتظر في حاله انتظار وشغف، وفي حيره كبيره جدا، وفي بدايه جديده. بيعرض عليك بدايه جديده يا برج الحوت، وبتكون محتار شويه تعمل ايه. خلي بالك من اللي جاي وشوفه عايز ايه واسمعه كويس. تمام، يلا بينا نشوف رساله من حد تحطه في عقلك وبالك. ايه يا برج الحوت؟ بيقولك ان هو مستني اشاره منك، وبيقولك ان انتوا هتبقوا سوا تاني، وبيقولك انه بيتمنى انه يكون كان عاملك افضل، وبيقولك انك انت كنت اجمل حاجه في حياته يا برج الحوت، وبيقولك انك انت اكتر واحد قربت منه، وبيقولك كمان انه يتمنى الامور كانت تكون افضل، وبيقولك انك انت بتكلمه من خلال الموسيقى. يعني كل ما بيسمع اغنيه او حاجه بيفتكرك يا برج الحوت. شكرا يا برج الحوت ونورتوني. شكرا يا شباب، شكرا حبايب قلبي.